اكبر مشكله ممكن تواجهك كلاعب كوره في الماتشات انك تستلم الكوره وتقرر ان الكوره بتاعتك تقف تحت رجلك. انت هنا هتباصي من ثبات، وفي الوقت ده الكوره بتاعتك هتكون خارجه من رجلك بس. لكن لما تستلم استلام موجه باي شكل من اشكاله، سواء كان طولي او قطري او عرضي، انت هنا هتدي لنفسك فرصه ومساحه انك تتحرك. ولما تتحرك هيكون في سرعه، والسرعه هينتج عنها قوه. هديك مثال صغير وبسيط. هنفترض ان كان في شخص بيعدي الطريق، وكان في عربيه جايه بسرعه 10 كيلو متر وخبطته. نفس الشخص ونفس العربيه، بس المره دي العربيه كانت جايه بسرعه 100 كيلو متر وبرضه خبطته. هل انت شايف ان القوه هنا كانت زي القوه هنا؟ مستحيل. كل ما السرعه زادت كل ما كان فيه قوه اكتر. عشان كده الاستلام الموجه مهم، لانه دايما بيديك فرصه ومساحه انك تتحرك قبل الباص. ضيف الاستلام الموجه لتدريباتك. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك ومتابعة. ولو محتاج تدريبات للاستلام الموجه اكتب لي استلام في التعليق، انا ان شاء الله هبعت لك تدريبات ليه باذن الله. وما تنساش تصلي على النبي، وانا بحبك في الله.